هنعمل حمام بأسهل طريقة. هنجيب الحمام ننضفه ونغسله ونفتحه من تحت الجلد كده اهو، نفرغ بين اللحم وبين الجلد زي ما انتوا شايفين كده بالظبط كده. وكمان هنعمل فتحة الزور ونكتف الحمام، نرجع الجناح بتاعته لورا نكتفه، ونفتح برضو فتحة الزور كده زي ما انتوا شايفين، وننقعه بقى في المية والملح والليمون. بعد كده بقى هنروح نعمل الخلطة بتاع الحمام اللي هي عبارة عن رز وكبد وقوانص بتاع الحمام. هنجيب طاسة فيها شوية زيت محترمين كده ومعلقة زبدة حلوة، وننزل عليها ببصلتين مقطعين مكعبات بالشكل ده، هندبلهم وننزل عليهم بالقوانص الأول. القوانص هندبلها برضو عشان بتاخد سوا، لازم نحطها الأول قبل الكبدة، الكبدة بتاخدش سوا. تمام، دبلت القوانص معانا ودخلت نص سوا، هننزل عليها بالكبدة بتاعتنا اهو. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه ونستنى لما الكبدة تغير لونها اهو بالشكل ده، وهنقلبها كده غيرت اللون بتاعها وبقت داخله على سوا. هننزل بفلفل اسمر، 7 بهارات، عود قرفة، وكمان الملح بتاعنا ورشة جوز الطيب. الله الله على الريحة، هتاخدي حمام، هتاكلي حمام ريحته تجيب اخر الشارع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هننزل بقى بنص كيلو رز مغسول ومتصفي زي ما انتوا شايفين. هنقلب الرز مع الكبد والقوانص، وبعد كده هنزل بكوبايه ميه، مش هسويه طبعا، مج ميه بتاع الشاي، وهسيبه بقى تنشف الميه بتاعته بالشكل ده بقى، بالشكل ده معانا اهو. اهم حاجه بقى والتركية التانية، ما تحشيش الحمام جامد، تكبسيه قوي، وكمان تسيبي الخلطة لما تبرد خالص. يلا نحشي الحمام بتاعنا زي ما قلت لكم. انا فرغته كده من الجلد من اللحم، وهنحشي تحت الجلد وهنحشيه من بطنه من جوه برضه بالطريقة دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ما تكبسيش الحمامة بتاعتك، ولازم تبقى مفرفطة علشان ما تفرقعش معاك. ده السبب اللي بيخلي الحمام يفرقع، انك انت بتكبسيه اهو بالشكل ده. بتمليها وتودي الرز لحد الزور، بس بيكون رز خفيف مش كتير. تمام. هنبتدي بقى ندخل الرجلين بتاع الحمام في الفتحة اللي تحت دي بالشكل ده اهو. وكده خلصنا الحمام بتاعنا. هنعمل معكم واحدة كمان اهو زي ما انتوا شايفين، وزي ما قلت لك ما تكبسيهاش قوي بالرز، خليها مفرفطه.